ازيكم يا شباب؟ في الليسون ده هنتكلم عن الفرق ما بين البلوك اديتور والكلاسيك اديتور بتاع الووردبريس. حتى لو مش هنستخدم حاجة منهم نبقى عارفين شكله، عشان لو شفناه في وقت معين او كده نبقى عارفين ان ده موجود وده اوبشن متاح. تعالوا كده نشوف. احنا الليسون اللي فات شفنا البلوك اديتور، ان احنا لما رحنا نعمل اديت على بوست رحنا على البلوك اديتور على طول. خلينا نقفل دي. وده البلوك اديتور، ان انا عندي هنا كونتنت اقدر ان انا اضيف. مثلا هنزل كده بلس، اقدر اضيف صورة مثلا، بس انا ما عنديش صور دلوقتي هنا، فاقدر اضيف حاجة تانية. ممكن نعمل باراجراف تاني، نكتب hello مثلا ونعمل publish، ونرجع كده على الويب سايت بتاعنا ونشوف شكله عامل ازاي. اهو كلمة اتكتبت واتعمل له ابديت. فده كده البلوك اديتور. البلوك اديتور ده هو دلوقتي الديفولت بتاع الووردبريس. في ناس متعودة على الكلاسيك اديتور بتاع الووردبريس اللي هو كان موجود زمان، وده انا بفضله في احيان كتير جدا، ان انا اعمل اديت للبوست بتاعي. طيب مفيد في ايه ومش مفيد في ايه؟ مفيد ان انا لما هعمل كاستم بوست تايبس بعد كده، زي ما اتفقنا في الليسون اللي فات قلنا ان احنا ممكن نعمل كاستم بوست تايب للعقارات مثلا، ان هو يعرض اليونتس اللي بيبيعها. ففي الحالة دي انا مش محتاجه يجي هنا كده يعمل اديت يقعد يحط صور وحاجات موجودة هنا. لا، انا هحط له مكان يحط فيه الصور، هحط له مكان دروب داون مثلا يختار عدد الاوض اللي موجودة في الشقة او اليونت دي. هبقى لازمه اكتر بحاجات معينة لازم يملاها علشان اقدر ارندر الكلام ده على الفرونت اند بتاع الويب سايت عشان يطلع بالديزاين اللي انا عامله. ففي الحالة دي الاحسن بالنسبة لي اللي انا شايفه ان احنا نستخدم الكلاسيك اديتور. ده بنستخدمه ازاي؟ هنيجي على البلجنز هنا وهننزل بلجن اسمه كلاسيك اديتور. هكتب كلاسيك كده بس هتلاقيه طلع على طول اهو، وهتلاقي منزله 9 مليون اكتف، يعني 9 مليون اكتف انستليشنز. ده رقم كبير جدا. فمن الواضح ان الناس كلها بتحب الكلاسيك اديتور. هنعمل له انستول، واول ما ينزل هاكتف. وتعالوا نروح بقى نشوف هنعمل اديت تاني على البوست اللي احنا كنا عاملينه. هنعمل اديت كده كده. ده الوضع اللي كان موجود قبل الاديتور الجديد. فهنا انا عندي التايتل موجود، هنا عندي الكونتنت اللي هكتبه، باراجرافز، الحاجات دي كلها، وعندي هنا اوبشن ان انا اعمل ستايلنج فيها. بس طبعا المفروض الصح ان انت ما تاخدش الستايلنج اللي موجود هنا وتاخد ستايلنج الديزاين بتاعك، وده اللي هنشوفه يعني في المستقبل. ان احنا مش هنلتزم باي ستايلنج موجود هنا، انا مجرد باخد التكست منه وبحط له الستايل الجلوبال اللي انا عامله للويب سايت بتاعي. فهنا ده كده عندنا هنا فورماتس، ودي موجودة بس في البوستس، لكن لما نعمل كاستم بوست تايبس هنحط بس الحاجات اللي احنا محتاجينها. هنحط هنا فيلدز في المنطقة الفاضية دي وهنبتدي نظبط الشكل اللي قدامنا ده. فده كان الفرق بين الكلاسيك اديتور والبلوك اديتور، او ما يسمى بالجوتنبرج. الاتنين نفس المسمى للبلوك اديتور يعني.